قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أن الانتحاري الذي فجر نفسه أمس في أنقرة هو كردي سوري يتعاون مع مسلحين أكراد داخل تركيا. وقد نفى حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري ادعاءات أنقرة، وجاء ذلك على لسان رئيس الحزب قائلا أن وحدات حماية الشعب لم تطلق رصاصة واحدة على تركيا. غيرت وحدات حماية الشعب اسم قاعدة منغ العسكرية إلى الزعيم أوجلان، وذلك في إشارة إلى زعيم حزب العمال الكردستاني الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة في جزيرة إمرالي في تركيا. أعلن الجيش التركي مقتل 6 من أفراد قوات الأمن وإصابة آخر بجروح خطيرة في تفجير وقع جنوب شرق تركيا بقنبلة انفجرت عن بعد، وذلك في ثاني هجوم يستهدف الجيش التركي خلال يومين. وقال الجيش في بيان له أن التفجير استهدف موكبا عسكريا في منطقة ليجي بمحافظة ديار بكر، متهما حزب العمال الكردستاني بضلوعه في التفجير. أعلن النظام السوري أنه سيطر على بلدة كنسبة الاستراتيجية في ريف اللاذقية، وقال الجيش السوري أن استعادة ريف اللاذقية سيسمح له بشن عملية كبرى لاستعادة محافظة إدلب التي تسيطر عليها قوات المعارضة السورية. قالت الحكومة السورية المؤقتة في بيان لها أنها تستنكر وتدين بالشدة العملية الإرهابية التي استهدفت العاصمة التركية أنقرة. وقد أضاف البيان بأن الانفجار عمل إرهابي وجبان ويستهدف أمن واستقرار تركيا التي تحاول جاهدة نصرة الشعب السوري ومحاربة الإرهاب داخل تركيا وخارجها. وختم البيان بوقوف الحكومة السورية المؤقتة جنبا إلى جنب مع تركيا في وجه الإرهاب. أعلن مصرف سوريا المركزي عن طرح 150 مليون دولار في الأسبوع القادم لأغراض تمويل المستوردات وتلبية احتياجات المواطنين بسعر 405 ليرات. ويذكر أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء أكثر من 430 ليرة سورية، بعد أن وصل لمستويات قياسية الأسبوع الماضي ببلوغه 440 ليرة ليعاود الانخفاض بعدها، مع بقائه مرتفعا مقارنة بالفترة الماضية. أضافت الشركة العملاقة في مجال البحث عبر الويب جوجل ميزة جديدة إلى مجموعة الخدمات التي تقدمها، وهي إضافة اللغة الكردية اللاتينية إلى مجموعة لغات الترجمة لديها. ويذكر بأن جوجل شركة أمريكية عامة متخصصة في مجال الإعلان المرتبط بخدمات البحث على الإنترنت وإرسال رسائل البريد الإلكتروني.